بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندريه. النهارده هنرصد لكم الاجواء من محافظه الاسكندريه، علشان خاطر الناس اللي جايه من بره اسكندريه لها مصلحه، لها اي شغلانه في اسكندريه، تعرف الاجواء قبل ما تيجي ايه. التصوير ده بتاريخ 20/11 والفيديو هينزل لكم يوم 21/11. صورنا لكم جزئيه في النهار وجزئيه بالليل عشان تشوفوا الاجواء بالليل والاجواء بالنهار. انا دلوقتي واقفه، او يعني محمود ابن اللي مصور التصوير دلوقتي من شارع جمال عبد الناصر. وهي دي الاجواء يا جماعه. هو في شتاء، يعني في اليوم بتاع التصوير كان في شتاء وكده عشان النوة بتاعت المكنسه، لكن يوم 21/11 الجو مش مشمس وجميل جدا، ولا كأن كان في نوة ولا في اي حاجه خالص. يعني الشتاء ده ناشف والدنيا زي الفل، فالنوة الحمد لله جايه مش جامده. يعني احنا الشتاء مش يعني كانت بتشتي شويه وتفصل شويه وتفصل، ما كانتش بتشتي. يعني كان في ايام بتشتي فيها بكثره جامده جدا، ولا كان في نوى ولا في اي حاجه. لكن اليومين دول في النوى ديت لا، الشتاء ما كانش ياما، بس الجو بقى ساقعه. الناس بقت كلها شتت، ويعني احنا خلاص بقى دخلنا في الشتاء بقى اللي هو الربيع يعني، والجو الساقعه والكلام ده. لكن بس الأجواء في اسكندرية كويسة جدا، ويوم 21/11 الجو شمس، والبلكونة عندي بره مليانة شمس وزي الفل يعني. احنا هنا بقى يا جماعة في شارع محمد نجيب. هنا الأجواء من شارع محمد نجيب. سيبنا شارع محمد نجيب وسيبنا شارع جمال عبد الناصر. احنا هنا بقى رحنا شارع تاني خالص، شارع أحمد بركات في السيوف بحري. هنصور لكم برضو محمود ابن يعني الله يبارك له، هو اللي مصور لي الفيديو ده. فبنرصد لكم الاجواء من حتت مختلفه، يعني مش في مكان واحد بس، لا من اماكن مختلفه. بنرصد لكم في الاجواء. محمود صور في النهار وصور بالليل. بس انا عايزه اقول لكم يا ريت لو بتشوفوني لاول مره ومش مشتركين في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على وضع الكل. ويا ريت بقى، يا ريت يا جماعه، يا ريت تدعموني في قناتي الجديده. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. يا ريت تدعموني فيها، قناه لسه جديده، لسه مشتركينها بساط جدا، عليها فيديوهين. يا ريت يعني اللي بيشوفني هنا يشترك في القناه التانية عشان خاطر اكمل شروطها يعني وكده عشان تنجح يعني. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق. هنا احنا سيبنا شارع احمد بركات في السيوف بحري، ورحنا برضو لشارع منصور القاضي برضو في السيوف بحري برضو. اول مره اصور لكم انا في منطقه السيوف، فاحنا محمود يعني جاب لنا الاجواء من كذا حته كده علشان تشوفوا ايه الاجواء ايه. بس اللي انا مضمون الفيديو اللي انا عايزه اقوله لكم ان الاجواء في اسكندريه زي الفل. وحتى لما بتكون بتشتي يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله، المحلات ما بتبقاش مقفله ولا اي حاجه خالص، يعني كل حد شايف شغله عادي خالص كانها ما بتشتيش. يعني لو حد وراه مصلحه ولا اي حاجه، سفر ولا اي حاجه ومصلحه مهمه، تعالوا ما فيش اي مشكله، هتلاقوا الدنيا شغاله. بس بقى اللي بيقفل عندنا في ايام الشتاء المدارس بيدونا اجازه الصراحه، علشان خاطر بدون اجازه، علشان خاطر يعني المدارس دي بيبقى الجو فيها زحمه جدا والشوارع زحمه قوي، فهم بقى بيبقوا عاملين استعدادهم لو حصل من الشتاء الجامد مثلا مثلا حاجه تعطل، الصرف يتسد، الشوارع تغرق، يبقى هم يقدروا يتصرفوا. لكن لو بتوع المدارس بقى موجودين والعيال موجوده، بتبقى زحمه فظيعه جدا، فاحنا كده بتوع المدارس هيعطلوهم عن شغلهم فبيدونا اجازه. فاحنا كنا واخدين اجازه اول يوم النوى الحمد لله، اللي هو يوم الاحد. استنيناهم بقى يدونا اجازه يوم الاثنين، للاسف بقى خذلونا وما عطوناش اجازه. والله كنا قاعدين مستنيين، يعني احنا ما شبعناش جمعه وسبت اجازه وخدنا الحد اجازه، لا وقاعدين مستنيين الاثنين كمان. مش عارفه ايه ده، احنا بص طماعين. كلنا والله على فكره، يعني البيوت كانت مستنيه ان يبقى يوم الاثنين اجازه. الكلام ده في اسكندريه بس، الاجازه كانت في اسكندريه بس. احنا هنا وصلنا لشارع ملك حفني. حودة برضو الله يبارك له ويكرمه كده، الله يبارك لك يا حودة يا حبيبي، والله بجد راح لنا برضو ملك حفني علشان خاطر يصور لنا برضو الأجواء من هناك ايه. العربية اللي واقفة ديت واقفة قدام، العربية اللي واقفة اللي على اليمين ديت لا على الشمال، سوري، اللي على الشمال بتنزل حاجات لفتح الله بقى، فتح الله ماركت. في فتح الله هنا على كبير دورين هنا فاتح في ملك حفني. الراجل اللي بيعمل باي باي اللي في العربية ده كان بيعمل باي باي لحودة وبيقول له صورني.
شارع ملك حفني رايح وجاي. هو شارع يعني هو ضيق كده، هو مش ضيق، هو مناسب، بس هو رايح وجاي بس يعني بما ان في عربيه رايحه وعربيه جايه فعطيها احساس ان هو ضيق شويه، وغير العربيات اللي راكنه على الجناب يعني كمان. العربيات اللي بتبقى ماشيه دي جايه من الحي ورايحه فيكتوريا بقى. هنا احنا على جمال عبد الناصر برضو بالليل بقى، جمال عبد الناصر بالليل. يا ريت لو وصلتوا لغايه هنا يعني ده معناه ان الفيديو عاجبكم وانتوا ماشيين معايا، هو تحطوا لنا بقى اللايك عشان اللايك الجميل بتاعكم هو والله يا جماعه اللي بيدعم الفيديو. كل لايك منكم حلو كده ويبقى اسمه تفاعل على الفيديو. ويا سلام بقى لو عملتوا معايا واجب، يا سلام، وشيرتوا بقى الفيديو ده عندكم كده وكتبتوا لي تعليقات كده بذكر الله كده، يعني اذكروا الله كده وصلوا على النبي، بس صلوها بجد يعني بايديكم بالكتابه، هتبقى والله عند ربنا. اعملوا لايك واشتراك لماما واعملوا تعليقات جميله لماما. يا حبيبتي يا رودي. والله العظيم رودي بتقول لكم من نفسها اعملوا لايك واشتراك لماما وتعليقات جميله لماما، حبيبتي يا رودي. المهم يا جماعه يعني يا ريت يعني التفاعل كده على الفيديو علشان خاطر بس الفيديو يظهر اكتر للناس. هنا بقى احنا في خالد بن الوليد، احنا في خالد ابن الوليد، بس مش خالد ابن الوليد بتاع بقى المحلات والفروشات وكده. لا الجزء ما هو خالد بن الوليد زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده، الناس اللي متابعاني باستمرار، ان خالد بن الوليد ده كبير، بيبدا من عند سيدي بشر الترام لغايه ميامي، فاحنا يعتبر من عند منطقه سيدي بشر الترام كده. الجزئيه اللي بتبقى من محمد نجيب ورايح يم سيدي بشر الترام للناس اللي عارفين المناطق كويس يعني. الشارع طبعا ما شاء الله شارع برضو عمران جدا جدا، في كل حاجة انتوا عايزينها، محلات خضار، سوبر ماركت، محمصة، لبان، كل حاجة انتوا محتاجينها، مطعم كان قدامنا دلوقتي. الشارع عمران. هنا بقى احنا في محمد نجيب، احنا هنا في محمد نجيب. الجو اليومين دول بقى يعني هوا حلو كده وساقع عيال واحد بقى، اللي احنا يعني الصيف صراحة احنا سحنا، الحر كان الجو كان حر جدا في الصيف السنة دي، فبصراحة يعني والشتاء والساعة غيبت هنا في اسكندرية على ما جت، فاحنا دلوقتي بقى في اجواء شتوية صحيحة بقى، مش شوية ساعة كده ورايحين لحالهم، لا خلاص هو الشتاء بدأ يا جماعة، احنا في اسكندرية الشتاء بدأ وشتينا خلاص. البحر قدامنا اللي هو الجو السمار ده كده والسواد ده البحر بقى. محمد نجيب احنا. العربيات اللي جايه ديت جايه من منشيه بقى، بحري، محطه الرمل، رشدي بقى. واحنا هنا يا جماعه واقفين على اول العسو وكده. الفيديو خلص، يا رب جولتنا تعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.